السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أجمل الوصفات معايا. نتمنى لا فيديو يلقاكم في صحة جيدة يا رب. لأول مرة غيزور القناة ما ينساش يشترك ويفعل زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد الوصفات، وما تنسونيش من واحد اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. إلى عجبكم لا فيديو كملوه معايا إلى الأخير. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا وصفة اللي سهلة ممكن تحضروها في آخر لحظة، ما كتاخدش معنا بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المجهود. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج بياض بيضة أولا بيضة كاملة، ملعقة ديال الملح، ملعقة كبيرة ديال السكر، ملعقتين ديال الزيت النباتي. وغادي نخلطوا هاد المكونات ديالنا مزيان مزيان. بالنسبه لبياض البيض فانا غير كنت مطرفاه عندي من داك صفار البيض اللي كندهنو، كيبقى ليا البياض كنطرفو سمحوا لي. بالنسبه للحليب فانا ضفت نصف كاس ديال الحليب يكون دافي، كذلك كاس ديال الماء دافئ، وملعقه ونصف من الخميره الفوريه. غادي نخلطوا هاد المكونات ديالنا مزيان، وغادي نخليو الخميره غير واحد الدقيقه حتى كتذوب لينا في داك السوائل. بالنسبه للدقيق انا ضفت الكاس الاول ما يعادل 100 غرام ديال الدقيق، وكنخلطوه مزيان بالطراب اليدوي. كذلك الكاس الثاني غادي نخلطوه كذلك مزيان. هاد الطريقه هذه كتغنينا على الدلك. كنحاولوا اننا نخلطوه حتى كيولي عندنا بهذا الشكل، وكنحيدوا الطراب اليدوي وكنبداو نخدموا باليد ديالنا. هنا انا ضفت الكاس الاخير، وغادي نبدا نجمع غير باطراف الاصابع ديالي باش ندخل الباقي ديال الدقيق في العجين. نحاولوا اننا نجمعوا الجوانب ديال الصحن ديالنا. وإلا كانت محتاجه ديال الدقيق غادي نضيفوه. انا هنايا خدات ليا 3 ديال الكؤوس مقدار كأس ديال العنبة، ما يعادل 300 غرام ديال الدقيق. يعني ما ضفت على 300 غرام حتى شي حاجه. من بعد غادي نجمع العجين ديالي غير بهذا الشكل هذا، ما كندلكهاش مزيان، يعني كتكون عجين كتلصق شويه في اليد. صافي من بعد غادي ندهنها بالقليل من الزيت النباتي. من بعد راه ما كتبقاش ملي كنغسلوا اليد ديالنا ما كتبقاش تلصق. وغادي نغطيها بواحد الكيس بلاستيكي، وغادي ندوزو للحشوه اللي غادي نحضروا بها هذا الخبز ديال البانيني اولا مخمرات ديال البانيني. بالنسبه للحشوه فانا عندي هنا فلافل خضراء وحمراء، كذلك عندي حبه ديال البصل. غادي نضيف ليها زيت الزيتون وغادي نوضعها فوق النار تشحر. غادي نضيف الفلفل الاسود وكذلك الملح على حسب الذوق. من بعد ما غادي يبداو يتشحروا ليا نحركوا هاد المكونات باش ما يلتصقوش وما يتحرقوش. هنا انا ضفت القليل من الدجاج اولا قطع ديال الديك الرومي، يعني اللي متوفر عندكم لا داند اولا اللحم المفروم، يعني اللي متوفر عندكم ممكن ديروه. هنا ضفت شويه ديال الكمون، كذلك البابريكا اللي هي التحميره، والكركم. غادي نحركوا هاد المكونات وغادي نخليهم ينسجموا مزيان مع بعضياتهم. غادي نضيف الزيتون الاسود مقطع والقزبر والمعدنوس، وغادي نخلطوا هاد المكونات ديالنا مزيان وغادي نخليوهم جانبا حتى كيبردوا. بالنسبه للعجين فانا خليت العجين ديالي حتى خمرت مزيان مزيان. دهنوا يديكم بالقليل من زيت النباتي ونجمعوا هاد العجين نخويوها من نديكازيوها. من بعد غادي نقطع الكرات. انا تقريبا خرجت لي 10 ديال الكرات صغار، فكيبقى حجم الكرات على حسب يعني اللي بغيتو نتوما. انا هنا غطيتهم واحد 10 ديال الدقائق وخليتهم يختمروا ليا يعني غير شويه. غادي نرشوا سطح العمل بالدقيق، شويه ديال الدقيق باش ما يتلصقوش لينا هاد الكرات، وغادي نوضعهم جانبا. يعني الكره اللي بسطها
غادي نوضعها جانبا. ضروري تستعنوا بالقليل من الدقيق باش ما تلتصقش لكم العجين فوق سطح العمل. من بعد ما غادي نكمل الكرات كاملين، غادي نبدا بالاولى اللي درنا فيها اللي بسطناها باش نحطوا فيها الحشوه. استعنوا ضروري بالدقيق باش الكرات اولا العجين ما تلتصقش لكم. هنا من بعد ما كملتهم غادي ندير الحشوه ديالي في الوسط تقريبا. كل مطيلعه درت فيها ملعقه ديال الحشوه. صافي غادي نبدا نجمع العجين ديالي، يعني الاطراف ديالها، ونحاولوا اننا نسدوها مزيان مزيان باش الحشوه ديالنا ما تخرجش. وغادي نحطوها جانبا، ما غاديش نضغطوا عليها. كذلك غادي نجمعوا الثانيه، كنجمعوا لهم غير الاطراف يعني الجوانب حتى كتشكل لنا كره. نسدوهم مزيان من الاسفل باش الحشوه ما تخرجش لنا في البانيني. ممكن انكم ديروهم في البانيني، واللي ما متوفرش عنده البانيني ممكن انه يطيبهم في المقلاة، يعني راه الامر سهل صراحه، وما كياخذوش لا بزاف ديال الوقت ولا المجهود. نحاولوا اننا نضغطوا عليهم باش ما يتحلوش، وكنوضعوهم جانبا حتى كنكمل جميع الكرات اللي عندي. ما غاديش نحتاجو نغطيوهم. هنا انا خليت البانيني ديالي تقريبا سخنات واحد 3 ديال الدقائق، ودهنتها غير بشويه ديال الزيت باش ما تلتصقش العجين. كنوضعها بهذا الشكل هذا، ما غاديش نضغطوا عليها لانه كنضغطوا عليها بالبانيني، وكننزلوا البانيني ونخليوهم يطيبوا. هنا من بعد ما بداو شويه كيتماسكوا كنبداو نقلبوهم، لانه البانيني عندي انا من الاسفل اللي كطيب مزيان، فكنضطر انني نقلبهم ونعاود نضغط عليهم. صافي من بعد ما طابوا كنحطهم في واحد الصحن. وهنا صافي ما كنعاودش ندهن البانيني، كندير العجين المتبقيه صافي بلا ما ندهن، لانه ديك الحشوه حتى هي كتكون طلقات داك الليدام ديالها. صافي وكنضغط عليها وكنخليهم يطيبوا. هنا من بعد ما طابوا، بالنسبه للحشوه ممكن انكم تضيفوا الجبن، انا ما متوفرش عندي فاكتفيت بهذا الشيء اللي عندي. نتمنى انكم تجربوهم، كيجيو صراحه غزالين بزاف، كيجيو لذاذين وتوجدوهم في اخر لحظه. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم، سهلين واقتصاديين ويتحضروا في وقت وجيز، وكيجيو رطبين يعني هشاشين بزاف. الى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم.